بس نعرف اللجان، يعني اللجان كافة، ما أحكي على لجنة التحكيم فقط. فعندك لجنة الانضباط في تخبط، إذا يبغون النصر ما ينافس يعلمونا بالبداية، ما ندفع هالملايين كلها عشان ندخل في الدوري زين. فهمت التحكيم من خلال اليوم، لكن الانضباط ايش ملاحظتك عليها؟ الانضباط البارح اجتمعوا ما وقفوا أحد، على مباريات نادي الاتحاد مع الشباب وقفوا لاعب مباراة واحدة بنفس الحركة. يعني أنا ما أدري ليش على النصر القسوة على النصر بهالطريقة. هل هي متقصدة؟ يعلمونا من البداية إذا هي متقصدة فنعرف إحنا كيف نتصرف، يعني إنه ما نجلب هاللاعبين وهالمدربين وهذا، يعني نلعب لاعبين سعوديين أحسن لنا. سمو الأمير، لماذا دخلت إلى وسط الملعب بعد نهاية المباراة؟ لكي يتناقش مع الحكم، أقول له أنك أنت مخطئ في أشياء كثيرة. سمع منك؟ أبد، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كلنا نقدر نقول إن شاء الله. يعني مش ما حيفيد شيء بعد المباراة إلا إذا كان في رادع للحكام صراحة، نوقفهم أسبوع أو أسبوعين، وهذا الحكم يقولوا لي بيعطونا الدولية بعد أسبوع، فهذه مكافأة على هالمباراة ومباراة الاتحاد السابقة. يعني شيء مقرر من زمان سمو الأمير. مقرر، إذا أخطأت هالأخطاء هذه توقف الدولية عنك. يعني الحكم يغلط في مباراتين ورا بعض بهالطريقة، اوكي، وكافأة بالدولي، خلاص يعني معناها كل الحكام الباقيين اغلطوا سووا اللي تبون نعطيكم الدولي. حصلت العام وقبل العام مع حكام اخرين غلطوا غلطات فادحة جدا، لكن كوفئوا بالدولية على حساب نادي النصر. كان في الطريق احد انت معصب عسكري كان في الطريق وانت معصب؟ لا مجرد كان معه كاميرا وسحبتها منه فقط لا غير. اسالك في شان نادي النصر، قبل قليل زنقه يقول انا لن ارحل انا باقي، هذا هو قراركم ولا قراره؟ لا قرارنا كلنا، لكن صراحة يعني كل يحبط إذا شاف التحكيم بهالطريقة، كل يحبط. يعني كان داخل تحدي يقول عندي عناصر وراح أرجع مهما كانت العراقيل. طبعا عندنا عناصر واضحة يعني، لكن لما تستفز اللاعبين من بداية الشوط الثاني يبدأ الاستفزاز للاعبين كلهم جميعا، والكروت الصفر اللي ما لها سنة يعني صراحة شيء غريب يعني. بس زي ما قلت يعلمونا اللجان إذا يبغى النصر ما ينافس على البطولات، وخصوصا ما في شيء، هذا شيء مبهم يعلمونا، ما في لجنه تقول لك والله ما ابغى النصر ينافس سمو الامير. اي ما في لجنه، لانه ما في احد نصراوي في اللجان. تسحب العناصر سمو الامير؟ ما في شك، النصراويين ليه ما هم كفء يكونون في اللجان؟ اعضاء اللجان ينتمون للانديه؟ نعم. أجل كل لجنه يصير فيها 14 سمو الامير. ليش لا؟ هذا اللي يصير في امريكا وفي كل محل. لا، هيئه دوري المحترفين يجب ان يكون فيها 14 واحد من كل نادي واحد يمثلها، واللجان كلها ليش ما يكون فيها 14؟ ما فيها شيء، عشان ما نبدا نشك ولا نفكر في هالمواضيع. لا ابدا، ليش ما يكون فيها من كل نادي واحد؟ بدل ما تكون لجنه خماسيه يصير فيها 14 وكل يدلي بدلوه، لانه احنا اللي نصرف في الاخير، احنا اللي ندفع، نجيب لاعبين اجانب ونجيب كوادر فنيه مهمه وجيده. ففي الاخير تقرر لك لجنه الانضباط ايقاف حسين على شيء في النوايا. ما نقدر نخوض في نوايا اللاعبين، فلذلك يجب ان يعني يكون في تغيير. يعني اللجان ليش ما فيها نصراويين؟ هذا تساؤل. انقلك ايضا سمو الامير، زنقه سيكون موجود في اول مباراه لكم في كاس سمو ولي العهد بعد 50 يوم تقريبا ان شاء الله. هذا قرار نهائي ان شاء الله. الاجانب من سيبقى؟ قلت لي ابعلمك بعد التعاون. بعد التعاون بنقعد احنا ان شاء الله مع المدرب وبنشوف من الاجانب اللي يبقون وما راح يبقون. للحين ما تعاقدنا ولا فكرنا نتعاقد مع احد، لكن في الطريق ان شاء الله بنشوف. اولا يعني ثانيا انا بقول للجمهور لا تغضبون من اللي صار اليوم. مع كل اللي حاصل ان شاء الله النصر قوي في عناصره، وباذن الله سيعود. ان كان التحكيم كذا ولا ما كان التحكيم كذا، ان كانت اللجان واقفه ضدكم، وانا اقولها واقفه ضد نادي النصر بوضوح. فهد العنزي عندكم لاعب جاي؟ الى الان يعني لما يكون في تعاقدات ان شاء الله بنبلغكم. في قروه اليوم في موقع مصري انه النادي الاهلي يفاوض بشكل جدي، الاهلي المصري يتكلم. ما جانا شيء للحين. انت مستعد تتخلى عنه؟ اذا في عرض مغري وجاء افضل منا، لاعب افضل منا، مستعد اتخلي عن اي لاعب اجنبي يعني. كل اجانبك في رايك الشخصي كل اجانبك مقنعين لك ادائهم 16 جوله؟ نوعا ما. خليني اخذهم بالتفصيل. ماكين؟ لا اذا اخذتهم بالتفصيل ما راح اقول لك. ماكين؟ جيد يعني كلهم جيدين، لكن ما ابغى اخوض في هالموضوع الحين. يعني يبغى لنا 50 يوم سمو الامير، بالتاكيد انك مقرر يعني. لا
يعني في على حسب، مثلا في لاعب معين تبغى تجيبه، اذا توفقت انك جبته في خانه معينه، استغنيت عن واحد اخر. عرفت قصدي؟ يعني هي زي الكراسي المتحركه زي ما تقول. متى ممكن تتضح؟ خلال اسبوع ان شاء الله. مادة العائق ام اللاعب الثاني العائق؟ لا، الماده ما هي عائقه. شكرا. شكرا لسمو الامير فيصل بن تركي. طبعا استعجلت عشان برضو يعني نعطي زملائنا في الاستديو التحليلي فرصه اكثر يعني. يعطيك العافيه عبد الله. هذه اذا